السلام عليكم. هلا والله حبايب قلبي في فيديو جديد. فيديو يشرح لكم عن حياة وتفاصيل ومعلومات جديدة على فنانة جديدة. هلا بكم بقناة نسر العراق منوعات. لا تنسون اللايك والاشتراك لنستمر أكثر وأكثر، وتعليق حلو مثلكم. طبعا مثل ما طلبتوا منا أنتم بالتعاليق نشرح لكم على حياة وتفاصيل هاي الفنانة. أول شيء نشرح لكم على الفنانة المرحومة الله يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. طبعا كل واحد يموت يستاهل الرحمة، ما بها أي نقاش. طبعا حياة الفنانة أم فهد. طبعا الكثير من الناس يسألون من هي أم فهد؟ شنو سبب طشتها مؤخرا بيوم وثاني أخذت جمهور واسع؟ أين يسكن هذا الشخص؟ إيش قد عنده من العائلة؟ مواليد إيش قد؟ راح اليوم ندخلكم بالتفاصيل وحدة وحدة. خليكم فهد من بغداد. أم فهد قبل كانت متزوجة، قبل لا تتزوج أبو فهد. أم فهد منفصلة. ورا ما تزوجت أبو فهد إنسان تاجر، حسب حكي أم فهد الله يرحمها قبل لا تموت. إنسان تاجر عنده مشاريع، يعني تاجر وهي مديرة أعماله. بعد ما توفي أبو فهد أصبحت أم فهد غنية، تملك يعني تنقول ملكية رجلها كلها صارت لها. فتحت مشاريع والله وفقها وصعدت وعدها فلوس. أما شنو سبب طشة أم فهد؟ أم فهد كانت مسوية حفلة عيد ميلاد لابنها فهد، فجأة نشرت المقاطع وأخذت طشة بصورة واسعة. أما اللي يسألون إيش قد مواليد أم فهد؟ أم فهد مواليد 1994، إن عمرها طاب 30 سنة. أم فهد اسمها الحقيقي هي قفران مهدي، تسكن في بغداد. حسب ما يحجون ويقولون الكثير من الناس وأهل المنطقة اللي قاعدين بمنطقة أبو أم فهد، يعني هي كانت معيشة عوائل فقراء وأيتامة، وتنطي وتوزع مساعدات حسب ما شفناه احنا النشرة. مساعدات توزع، وإنسانة خيرة ومتواضعة الله يرحمها. طبعا ما عندنا غير هاي الكلمة. فهد فقط عندها اخوان اثنين. حياتي لكم وسلامي للجميع.